في الفيديو ده هنرسم الوضع اللي قاعد رجل على رجل، يعني بيكون واحد قاعد رجل على رجل، لان ناس كتير سألت على الموضوع ده وناس لسه بتتلخبط فيها. من خلال توزيع المفاصل وتبسيط رسم حركة الجسم هنعرف ازاي نرسم اي وضع للجسم، سواء بقى قاعد بيجري، اي حاجة هتلاقيها ان شاء الله سهلة بإذن الله. اول حاجه بنفتكر مع بعض توزيع المفاصل اللي احنا اتكلمنا عنه كتير، وهسيب لك عنه فيديو في الشرح التفصيلي للكلام ده كله. منطقه الصدر، منطقه الوسط، الدراعين، الرجلين، وبوزع المفاصل لان المفاصل هي اللي هتتحرك معايا. عندي دايره كده بتخيلها عند الرقبه اللي بتتحرك منها، وعندي مفاصل الكتف، وعندي مفاصل الكوع هنا والكوع هنا، وكمان في مفاصل عند الكف اليد لانه بيتحرك فوق وتحت وبيتحرك دوران وكل حاجه، الى جانب الدايره بتاعت الوسط اللي هي بيتحرك من عندها الوسط. تمام. الوسط بقى من فوق بيبقى ثابت، وبعد كده الوسط من تحت بيتحرك، وفي عندي مفاصل الفخدين، وعندي مفاصل الركبتين، الركبة في الرجل دي وفي الرجل دي، وعندي مفاصل عند انكل القدم من تحت كده. تمام. اتكلمنا عن الكلام ده كله بالتفصيل في فيديوهات قبل كده، هسيبها لك اي حاجه خاصه بالموضوع ده هسيبها لك في الديسكريبشن تحت. لما بيجي بعمل الشخص جالس، اول حاجه بس بتخيل الجسم من الجنب. طبعا من الجنب بيبقى سمك الجسم مش بنفس السمك بتاع اللي باصص لي. تمام. لان انت لو وقفت بالجنب بيبقى جسمك ارفع شويه، او بيبقى العرض بتاعه اقل شويه. تمام. انا بتخيل الدراع والرجلين من الجنب، وادي مفصل الكتف، وادي عند الرقبه لانها بتتحرك قدام وورا وفوق وتحت وكده، وعندي مفصل الفخدين، وعندي طبعا الكوع، وادي الركبه، وادي مفصل انكل القدم او عند القدم من تحت. وبعد كده انا عاوز بقى الشخص ده اللي هو واقف بالجنب ده عاوزه يقعد، يعني يجلس على مثلا كرسي. هتخيل ان انا في كرسي انا هقعده عليه. تمام. برسم بقى كرسي بقى بتفاصيل اكتر من كده شويه، لكن انا يعني بقى بتخيل بس المكان اللي هو هيقعد عليه. الشخص لما يبقى قاعد بيبقى الجزء اللي فوق بيبقى ثابت، ومن تحت هو اللي بيحصل فيه تحركات كتير لانه بيرتكز على الوسط. وبعمل بقى حركات الجسم من خلال المفاصل اللي انا عاملها. العمود الفقري طبعا بيبقى اقل شويه، بيبقى منحني شويه، وادي عند منطقه الصدر، وعندي المنطقه اللي فوق دي كلها انا برسمها زي ما هي، وهو مرتكز على منطقه الوسط. تمام. بعد كده من عند مفصل الفخذ بطلع الرجلين، ومن عند المفصل الركبه بيتنى الرجلين، وبعمله مثلا عامل دراعه بالوضع ده، مثلا بيبص في الموبايل مثلا، او بيقرا الجورنال، او اي حاجه، اي وضع من الاوضاع اللي انت محددها. وبعد كده برسم الرجل التانية طالعه من عند مفصل الفخذ اللي هو موازي لنفس مفصل الفخذ اللي انا رسمته في الاول، والركبه مرفوعه شويه لان الرجل كلها على الرجل التانية، فانا تانيها من عند الركبه لو تاخد بالك. بيبقى بالشكل ده كده، يبقى في كده وضع رجل على رجل. هرسم واحد تاني برضو كرسي، بس بدل العمود الفقري ما هو متن لقدام، لا اخليه مسنود خالص على المسند بتاع الكرسي، ونفس الوضع بتني من عند الركبة، والراجل مرتكز على منطقة الوسط. وبرسم الرجل التانية مرفوعة شوية لأنها بتبقى أعلى من الرجل اللي هي اللي محطوطة تحت. يعني أنت طبيعي كده لو أنت بتقعد رجل على رجل، أنت اقعد بنفسك رجل على رجل وتخيل الوضع عامل إزاي. هو بس يعني ممكن نكون متخيلين شوية إن هو معقد علشان رجل على رجل وبتاع، لكن أنت لما تيجي تفصصها بتوزيع المفاصل زي ما احنا اتكلمنا كده هتلاقيها سهلة. تعالى بقى نرسم الشخصية بتاعتنا على الهيكل اللي احنا عملناه ده. هرسمه بقلم اسود عادي علشان بس نشوف الشخصيه بقت عامله ازاي. ده واحد قاعد كده مأنتخ، وادي جسمه من فوق. طبعا الوسط هو اللي بيبقى لازق في الكرسي. تمام. وادي وضع الدراع زي ما انا رسمته، وبرسم من عند
الرجل اللي فوق برسمها اول علشان التظليل بتاعها ما يغروش على الرجل التانية. وبعد كده برسم الرجل بقى اللي هي تحت، ما تبقى منها بقى هو اللي بيبان. فبيبقى الوضع زي ما انت شايف كده، رجل على رجل عادي، وقاعد مأنتخ وقاعد مسنود ومزاجه عال. ترسم بقى كرسي عادي، تمام. بترسم بقى تفاصيلك بقى اللي انت عاوزها. شوف بقى هو الراجل ده قاعد المفروض بيعمل ايه. انا عملته قاعد رجل على رجل وبس، تمام. عندك برضو الشخصية التانية اللي احنا رسمناها في الاول. ممكن بس نظل الاول الرجل اللي هي اللي هناك اللي هي يمين الشخصية، تمام، علشان بس تبقى واضح الفرق بين دي ودي، بين الرجل اللي فوق والرجل اللي تحت، ولكن هي متنية من عند الركبة وانا محدد ده من خلال المفاصل. هرسم برضو الشخصية التانية، تمام. طبعا مهم قوي ان انت تبقى محدد الشخص ده قاعد بيعمل ايه، علشان زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن الوضع الجسماني للشخصية والوضع النفسي اللي بيبان في الملامح والحاجات دي كلها. طبعا الكلام ده كله موجود بالتفصيل في فيديوهات قبل كده. هسيب لك كل ده في الديسكريبشن تحت، ولازم تبص عليه بالتفصيل، لكن احنا مركزين بس دلوقتي على وضع الرجل على رجل، لان الناس كتير اتكلمت فيها، فاحنا محتاجين ان احنا نتك عليها شويه، لان لسه الناس بتتلخبط فيها. برسم عادي خالص الرجل المتنيه من عند الركبه في وضع الجلوس عادي، والرجل التانية ما بتبقاش جنبها بقى، لا بتبقى فوقيها عادي زي ما احنا اتكلمنا. طبعا من عند مفصل الركبه ممكن اعمل حركات مختلفه للرجل على رجل، يعني ده رجل على رجل والرجل نازله لتحت، لا انا ممكن اعمل من عند مفصل الركبه بحرك بقى الساق بتاعت الرجل. يعني مثلا ايه، ادي الركبه وبطلع الساق لقدام شويه او بمدها لقدام شويه، حسب بقى ايه الحركه بتاعتك. يعني مثلا ممكن تتخيله بيحرك رجله، تمام. كل ده بس ايه بيعتمد بشكل اساسي على انك تبقى عارف توزيع المفاصل بتاعت الجسم، وتعرف في الوضع جالس الشخص الجالس بيترسم ازاي. بس انا هسيب لك بقى الفيديوهات الخاصه بالموضوع ده موجوده في الديسكريبشن تحت، لازم تراجعها كلها كويس جدا من خلال توزيع المفاصل بالذات او الرسم اوضاع الجسم. ده هيفرق معاك جدا لما تيجي بقى ترسم تفصيله صغيره في وضع، يعني مثلا الوضع جالس ممكن بقى تعمله ايه وهو حاطط رجل على رجل وهو مدد رجله قدام. انت بقى يعني تلعب في الكلام ده كله من خلال تمريناتك انت، ومن خلال ممارستك، ومن خلال تخيلك. ويعني لو في اي شكل انت عاوز ترسمه طبقه انت بنفسك، وحاول تتخيل وضع جسمك عامل ازاي، ومن خلال توزيع المفاصل هتعرف تتحكم فيه في اي رسمه انت عاوز ترسمها.